جوزي فضحني بين السواقين. يعني ايه يكون عندي 25 سنة وتروح تعمل الحاجات دي؟ انت فضحتني. يعني ايه السواق يهزقك ويشتمك ويقولك امشي؟ يا عيلة الشواذ، احنا كده احنا كده عشان تفضحني مع السواقين؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي؟ انت لازم تطلقني، وعارف لو ما طلقتنيش هخلعك. أهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. قصة النهاردة من ملفات القضايا اللي موجودة دلوقتي في محكمة الأسرة. بس قبل ما أقول أي حاجة نصلي على النبي كلنا في الكومنتات، وتعالوا نشوف الزوجة اللي عندها 24 سنة 23 سنة بتقول إيه. بتقول أنا طالبة لسه في أواخر كلية الطب. اتجوزت بدري علشان حبيت جوزي جدا جدا جدا، وهو موظف في بنك مرموق، يعني مرتبه عالي غني جدا. جبنا بيت عبارة عن فيلا بدورين دوبلكس يعني، وعندي عربية خاصة يركبها سواق بيوديني كل مشاويري، ده غير عربية جوزي، يعني معاها عربية بسواق. لو راح اي مكان تلاقيه تحت رجليها، يعني بصي عيشة مرفهة جدا. معايا ولد طفل لسه صغنون، لسه يعني ما كملش حاجة. بتقول انا وجوزي كنا بنحب بعض جدا بجنون. عدت اول سنة وتاني سنة، وابتدى جوزي يسحب نفسه واحدة 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 من العلاقة الزوجية. بعد كنا مع بعض شغوفين جدا، او كنا بنحب بعض جدا، والعلاقة كانت على طول مستمرة ما بيننا وما بين بعض، فجأة لقيته بيهجرني او بيبعد عني، وبياخد الموبايل ويدخل بيه الحمام. استغربت في الاول حبة كده، وبعد كده ابتديت اسأله هو في ايه، انا مالي. طبعا سألت صحباتي وسألت القريبين مني، قالوا لي حاولي تغيري من نفسك. فعلا غيرت من نفسي، لون شعري، شكلي، مودي، لبسي، كل حاجة. عفوا. ابتديت اغير من نفسي فعلا. يوم اتنين او مرة مرتين، وبعد كده اتغير تاني وابتدى ياخد الموبايل ويخش بيه الحمام. استغربت جدا. هو في ايه؟ هو في ايه في الحمام وواخد الموبايل؟ عمري ما كان يخطر في بالي ان جوزي بيعمل حاجة جوه الحمام. طب ايه هي الحاجة؟ معقولة يكون بيشوف افلام وبيتفرج عليها وهي دي اللي شبعته مني؟ طب ايه؟ طب ايه الراجل ليه بيشوف واحد وواحدة مع بعض ما احنا موجودين؟ ليه؟ دماغي قعدت تودي وتجيب تودي وتجيب، لكن ما تخيلتش خالص اللي جوزي بيعمله ده. بيعمل حاجة أكبر من إنه يكون بيتفرج على فيلم الزوج وزوجة أو ست وراجل. طبعا اتضايقت جدا واتعصبت. في مرة من المرات اتصلت بالسواق علشان يجيلي نروح مشوارنا أو المشاوير اللي أنا عايزاها. لقيت السواق بيقول لي آسف أنا سبت الشغل. قلت له الله، يعني إيه سبت الشغل؟ قال لي ايوه. قلت له بس انا شايفه العربيه بره فافتكرتك اتاخرت. قال لي اسف انا سبت الشغل. استغربت جدا وقلت له ايه اسباب سيبانك الشغل؟ وبعدين ازاي جوزي ما قاليش يعني؟ قال لا هو كده انا سبت الشغل وانا لا يمكن لا يمكن لا يمكن اشتغل عندكم. لقيته عاد لا يمكن لا يمكن كتير جدا. قلت الله. اتصلت بجوزي بسرعه وقلت له ايه في ايه السواق فلان ده مش ساب الشغل ليه وفي ايه، واحكي لي الموضوع. قال لي ده بيقرص على العربيه وبيشغلها اوبر، وشفته وعمل. شغلها اوبر ازاي؟ ده هو على قد المشوار وبيقف قدام البيت على طول او الفيلا على طول. في ايه؟ ما بقتش عارفه في ايه، وفي نقطه مفقوده في الموضوع. المهم جوزي قال لي يوم واتنين وهجيب سواق تاني، وفعلا بعد يومين جاب لي سواق تاني. يا دوبك السواق ما بقالوش اسبوع وبرضه بتصل عليه لقيته بيقول لي انا سبت الشغل. قلت له سبت الشغل؟ قال لي ايوه.
طب سبت الشغل ليه؟ قال لي هو كده، انا سبت الشغل وماليش اكل عيش عندكم، والله يسهل لكم بعيد عني، والله يسهل لكم، والله يسهل لكم. واتصلت برضو بجوزي وقلت له تعالى هنا قول لي فيه ايه. السواق ده كمان ساب الشغل. يا ستي بيقرصوا على العربية وطمعانين فينا وبيشغلوها اوبر لحسابهم. طب ازاي ما العربية واقفة بره؟ قال لي بقول لك ايه، هو ده اللي انا اكتشفته واللي انا عرفته، وكبري دماغك وما تشتغليناش بقى وتستهبلي. وفضل يطيح فيا زعيق وخناقات. يومين وهجيب لك سواق تاني. وفعلا بعد يومين جاب لي سواق تاني. بس السواق بقى بتاع المرة دي تحس ان هو من يعني جاي من مستنقع زبالة. مستنقع زبالة. لسانه 10 متر، ويعني حاسة كده ان هو شبه بلطجي. فالسواق قعدت، طبعا اسلوبه مش حلو. وبرضو يوم واتنين ولقيت السواق بيتخانق مع جوزي. يا ابني تيت وتيت وتيت وتيت، في ايه؟ ازاي تتطاول عليه بالكلام ده؟ وازاي تشتمه؟ وازاي؟ وايه السواق جاي هيمسك فيا في قلب بيتنا، في قلب بيتنا، وبيتخانق مع جوزي وفي قلب البيت بكل بجاحة بدون مراعاة ان ده زي ما بيقولوا طبعا ولي نعمتنا ربنا سبحانه وتعالى، بس ده برضو رب عملك، يعني ازاي؟ فلقيته بيشتمه وبيتطاول عليه وعايز يضربه وبيقول له يا ابني تيت وتيت وتيت وتيت، يا عيلة شواذ، يا عيلة فيكو وفيكو وفيكو وفيكو. شواذ؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي تقول علينا كده؟ انت ازاي تغلط بالغلطه دي؟ اطلب له البوليس فورا. قال لي اطلبيه عشان اعرفك حقيقه جوزك السافل ابن تيت وتيت وتيت وتيت. جوزك يا مدام عايز يعمل معايا علاقه. انا صعقت، ورب المكان صعقت، ورب البيت صعقت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ جوزي عايز يعمل معاك علاقة؟ قال لي ايوه، الافندي عايز يعمل معايا علاقة ويديني فلوس ويديني روح يا ابني كذا. انت لو انت فعلا مش عارفة ايه كنت عملت فيك ايه. ومسك جوزي اتخانق معاه وقعد يلكم فيه ويضربه. وانا من الصدمة كنت واقفة بقى عاملة كده بتفرج. يعني اضرب براحتك، هو يستاهل الضرب، اضرب براحتك. المهم طبعا خلاص عجن وضرب وشتم وقعد يخبطه كده مطخ، ده هو ده اللي تعبك، هو ده اللي عملك، وقعد يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه. وخد بعضه ومشي ورمى المفاتيح في وشنا. انا صعقت وتخيل، يعني قلت السواق الاولاني كان محترم والتاني كان محترم والتالت كان محترم. ده اللي قادر وسوري في اللفظ مجرم ويعني ابن بلد بقى، ابن بلد ما استحملش حاجة زي كده على نفسه فاتحرك. لكن التانيين كانوا كتومين ومراعيين ان هم مثلا مش عايزين يجرحوني او حاجة، لكن ده بجح وتنح. طبعا مسكت جوزي قلت له ايه اللي انت فيه ده، وايه اللي انت عملته ده، وازاي انت كده؟ قال لي هو انا كده؟ يعني انت كنت بتدخل الحمام كنت بتتفرج على رجاله شاذه جوه الحمام عشان تعمل كده مع السواقين؟ انت فضحتني مع السواقين. وانا من ايه بشكي؟ يعني انا فيا ايه؟ انا كست فيا ايه عشان تدور على راجل زيك؟ وطبعا طلبت الطلاق ورفض انه يطلقني. طلبت ان انا قلت له هفضحك وهعمل فيك مش عارفه ايه، ولا كانه لا حياه لمن تنادي، ولا اقتنع بالكلام، وهجيب اهلك وهجيب. هو ما اقتنعش اصلا، وقال انت لا يمكن هتفضحيني، لا يمكن هتعملي كده. فاضطريت اني اروح اخلع. في الخلع ايه اسباب الخلع؟ فانا قلت كذا كذا، ووقعوا الكشف الطبي عليه وشوفوه، يعني شوفوه انا عايزه اتطلق لان انا حصل واحد اتنين تلاته. وهستشهد بالسواق ده وهجيبه، هجيب السواقين التانيين وهستشهد بيهم وهفضحك. لكن هو ما هموش الكلام دون، وفعلا عملت كده واستشهدت بالسواقين اللي قالوا ايدوا كلامي، وتم فعلا الخلع. فانا مش عارفه يا ترى انا اتصرفت صح ولا غلط. طبعا المشكله دي موجوده ومطروحه على الساحه العامه في السوشيال ميديا، كله بيتكلم عنها. فانا لما شفت المشكله دي حبيت اعرضها واقول فيها ان يا ترى الزوج لما يبقى طبيعي وانسان طبيعي وبيتعامل طبيعي ويجي يعمل حركه زي دي، ده مرض
ولا دي إثارة ولا فجأة كده؟ أصله كان طبيعي ومخلف والدنيا تمام وكانوا بيحبوا بعض، إزاي يسيب مراته ويروح يدور على راجل زيه؟ ده ضعف إيمان، وده عدم ثبات على أداء فرض ربنا والصلاة. وربنا يعافينا ويعفو كل المسلمين يا رب من حاجة زي كده. هي دي كانت قصة النهاردة اللي حبيت أعرضها عليكم من محكمة الأسرة، وانهيار زوجة عايزة تطلق جوزي شاذ جنسيا وفضحني مع السواقين. فحبيت أقولها لكم علشان تبقوا لمين بالليلة كلها، ومش بنحكي مشاكل خاصة بس، لا احنا كمان بنطلع على ساحة محكمة الأسرة وبنجيب منها قضايا نعرضها عليكم للإفادة وللعلم ليس إلا. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.